في بداية الحكاية كانت واقفة بنت في منتهى الجمال في البلكونة بتنشر، وبيدخل راجل كبير في السن جوز أمها. بنتي يا أسماء، تعال أقولك. نعم يا عمي. خير؟ خير؟ ده خير بس، ده الخير والسعد كله. الأم اتكلمت وقالت: مالك يا راجل؟ في إيه؟ المعلم إبراهيم عايز يتجوز بنتك يا ولية. نعم؟ ومين قال إن أنا عايزة أتجوزه؟ أمال عايزة إيه يا أختي؟ معلم يعني راجل كبير. استني بس، هو قالك عايزة أتجوز أسماء؟ لأ، لما بعتي ليا الأكل امبارح أنا كنت قاصد، لأن عرفت إن هو عايز يتجوز، عشان كده قلتلك. المهم قولي هيدفع كام؟ ماما، انت بتقولي ايه؟ معقول انت موافقة؟ انت عارفة هو بيدي عمك كام؟ وانا مالي يا ماما، انا مش عايزة اتجوز. يبقى تمشي من هنا. انا مش حمل مصاريف. امشي؟ امشي منين؟ على فكرة الشقة دي شقة ابويا. ابوكي مين يا حبيبتي؟ هو انت ناسية ان الشقة دي باسمي ولا ايه؟ ماما، انت بتقولي ايه؟ ارجوكي اوعي تعملي فيا كده. يا بنتي، يا بنتي، ده راجل غني قوي واكيد هيخليكي مبسوطة. لا، قلت لا. ودخلت الأوضة. ساعتها برع اتكلم وقال: اسمعي يا ولية، لو بنتك ما اتجوزتش المعلم إبراهيم انتي كمان هتكوني طالق. يا نهار مش فايت. لا، كلامك يمشي يا أخويا، وأنا أقدر أقول حاجة؟ وتاني يوم كانت عزيزة صاحبة أسماء عندها. اهدي بس يا حبيبتي، أنا خايفة قوي قوي يا عزيزة، خايفة يجوزوني غصب عني. اسمعي كلام وخلصي بقى من البيت ده. بيقولك معلم، يعني أكيد أكبر مني بكتير. يعني عاجبك اللي انتي فيه ده؟ يعني مكتوب عليا أخرج من عذاب لعذاب؟ اهدي بس، اهدي وكل حاجة هتتحل. ساعتها سمعت الأم وهي بتقول: اتفضل يا معلم إبراهيم. يا نهار أبيض، ده جه. اهدي بس، اهدي. وخرجت صاحبتها، وبعدها دخلت أسماء قالت لها: ايه؟ في ايه مالك؟ ده شكله كده بعت ابنه. مش فاهمة. ما هو لو ده المعلم إبراهيم يبقى يا بختك. قصدك ايه؟ مش فاهمة. يا بت يا بت، ده شاب صغير مش كبير. أمال ايه معلم دي؟ يمكن عشان عنده محلات وكده. قومي يا بنتي، قومي، ربنا يهديكي. هو انت عايزاني اطلق؟ ماما، هو ده إبراهيم؟ اه، هو. شفتي بقى ربنا بيحبك ازاي؟ والغريبة انها خرجت وفعلا اعجبت بيه، او يمكن كانت عايزة تهرب، وحمدت ربها ان شكله مش كبير. كانت فرحانة جدا فترة الخطوبة اللي ما طولتش، هي كانت شهرين وبس، وكانت حاسة ان هي اسعد واحدة في العالم كله عشان هترتاح من جوز امها. ويوم الفرح: ادخلي برجلك اليمين يا عروسة. بسم الله ما شاء الله، الشقة حلوة قوي. تتهني بيها يا رب. قصدك نتهنى كلنا بيها يا معلم. انت لسه صاحية يا منيرة؟ مش بحضر العشاء للعرايس؟ مين دي؟ منيرة مراته يا عينيا. ايه؟ هو ما قالكيش ولا ايه؟ مراتك؟ يعني ايه مراتك؟ هو برعي ما قالكيش يعني ولا ايه؟ لا، ما قالش. طب يلا بينا. بينا فين؟ على اوضتك يا عروسة. هو احنا كلنا عايشين في شقة واحدة؟ لا، انا فاتح الشقة كلها على بعض. اه. طيب انا هروح فين؟ ساعتها اتكلمت منيرة وقالت: اوضتك اهي، ادخلي، ادخلي معلش لحد ما اتكلم مع المعلم ابراهيم في حاجة. حاضر حاضر. ودخلت. ايه يا رب الحظ ده، طلع متجوز. طيب ليه كده؟ حرام عليكي يا امي. وعند منيرة وابراهيم، ابراهيم اتكلم وقال لها: خير يا منيرة، شهرين بس، لو ما خلفتش هطلقها، مش وقته. حرام عليك، ارحميني بقى. ما انا بحبك يا ابراهيم، وانا بحب نفسي. مفهوم؟ وماله يا معلم، براحتك. ايه، حضرتي العشاء جوه؟ جوه يا سيدي المعلمين. بحبك عشان فاهمة دماغي، وانا بموت فيك. ودخل ابراهيم. هي ساعتها اتكلمت وقالت: جاتك القرف في شكلك. ودخلت اوضه كوثر. انتي نايمه؟ ايه، في حاجه؟ المخفي جوه. يا بنت ارحمي نفسك، كل شويه يكسر لك دراع بسبب طول لسانك ده. انا مش فاهمه، انتي ايه، تلاجة على قلبك دي؟ عايزاني اعمل ايه طيب يا منيره؟ يا بنت تتحركي شويه. هو مش فارق معايا اصلا، لاني انا مش بحبه، ولا انا كمان. بس صعبان عليا العز ده كله بعد ما الكلب ده اخد مني كل حاجه.
يبقى تعيشي وانت ساكتة يا منيرة. يعني لو تسمعي كلامي وتخلينا نخلف منه. وطي صوتك يا اختي، هو مش معانا خالص. لا مش هنخلف منه، ده واطي، لو عارف انه بيخلف هيطلقنا. مين قال؟ معقولة هيرمي ابنه تاني يا منيرة؟ يا بنتي ده عينه زايغة، أول ما هيخلف مش هيهمه، وأنا مش هرجع بيت أهلي تاني وأعيش خدامة عندهم. ويلا بقى اطلعي شقتك خلينا نام. لا ادخلي انتي نامي، أنا هنام جنبك. أنا خايفة إن يحصل حمل للجديدة دي. ما تخافيش مش هيحصل، مش انتي حطيتي البرشام؟ والله طبعا حطيته، يبقى يحصل حمل ازاي يا عبيطة؟ ماشي ماشي، يلا نامي. وناموا وفوتة إبراهيم. ايه ده؟ هو انتي لسه بالفستان؟ هغير هدومي حاضر. مالك؟ ومال جسمك متلج كده ليه؟ هو انت اتجوزتني ليه؟ عشان بحبك. يعني يعني انت شفتني امتى فيها؟ يعني من نظرة واحدة حبيتني؟ لا انا اعرفك من زمان يا اسماء، بس انت عمرك ما اتكلمت معايا. عمري ما رحت اتكلمت مع واحدة، انا اي حاجة بتكون رسمي. بس انا خايفة. من ايه؟ مني انا؟ لا، من مراتك. محدش يقدر يبص ليكي وانا موجود. بجد؟ ماشي. وانتي اتجوزتيني ليه؟ عشان اهرب من البيت. ابراهيم بصلها بغضب. بتقولي ايه؟ عشان اهرب من جوز امي، عشان معاملته. احسب ايه ده؟ وابعد عنها زيك زيهم يعني. مش فاهمة. ابعدي عني. وخد هدومه وطلع نام في الشقة اللي فوق. وتاني يوم، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه؟ شفتي عفريت؟ لا مش القصد، بس انت هنا ليه؟ بيتي، واكون موجود مكان ما احب. حقك يا اخويا براحتك. هو انت رايح فين؟ نازل الشغل. اوعي من وشي كده. يا فرج الله، ده شكله مش طايقها. ونزلت جري على كوثر. مالك فرحانة كده ليه؟ عارفة؟ عارفة مين كان فوق؟ مين يا اختي؟ ابراهيم. ابراهيم والله كان نايم فوق. انتي اتجننتي صح؟ والله حقيقة، شكله كده مش طايقها. وفي أوضة أسماء كانت هي قاعدة عمالة بتعيط وعمالة بتفكر لو طلقها هترجع للهم تاني اللي كانت عايشة فيه. خرجت من الأوضة. آه صباح الخير، أهلا بالعروسة. هو إبراهيم فين؟ نزل شغله يا حبيبتي. النهاردة؟ إيه؟ أمال عايزاه يقعد جنبك؟ على فكرة انت بتتكلمي معايا بطريقة وحشة قوي. يا بت، يا بت انت عبيطة ولا عاملة فيها عبيطة؟ واحدة خدت جوزي مني. ايه؟ عايزاني اتكلم معاكي ازاي؟ قلتلك وربنا ما كنت اعرف ان هو متجوز. طب لما نشوف هتجيبي الواد ولا هتتركني جنبنا؟ جنبنا؟ جنبنا مين؟ ايه ده؟ هو انت ما تعرفيش ان في واحدة تانية؟ لا معرفش، وشكلها هيكون في الرابعة. يا نهار ابيض، منك لله يا جوز امي. يلا على المطبخ. بس انا مش بعرف اعمل اكل. كوثر هتعلمك. كوثر؟ كوثر مين؟ اختك الكبيرة. ادخلي يا بنتي يلا. حاضر حاضر. ايه دي يا منيرة؟ ايه دي؟ مش كده، اصبري نشوف ميتها ايه الاول. ابدا، والله العظيم لا طلع عينها. ماشي يا ابراهيم، انا هوريك. وساعتها الباب اتفتح. دخل هو وقال: مالكم واقفين كده ليه؟ ابدا يا حبيبي، كنت بفرج العروسة على الشقة. انت جيت ليه؟ نعم، ما اقصدش، يعني تنور بيتك في اي وقت. انا داخل انام. هو مش عايز صوت. تمام حاضر. ليلتك سودة لو شافها في المطبخ. اوعي كده. ودخلت عندها وقالت لها: عارفة لو ابراهيم عرف ان انا قلتلك ادخلي روقي هعمل فيكي ايه؟ حاضر حاضر. ودخل ابراهيم. انت بتعملي ايه هنا يا اسماء؟ انا انا كنت بعمل شاي، عايزه اشرب شاي. تعالي، عايزك. دخلت الاوضه، واول ما دخلوا اتكلمت وقالت: خير، في ايه؟ خد امضي على الورقه دي. ورقه؟ ورقه ايه دي؟ تنازل على كل حاجه. حاضر. بسهوله كده؟ اصل انا مش عايزه حاجه. تمام امضي. والباب خبط، وكانت منيره. ممكن افتح؟ لا، انا هفتح. وفتح. الفطار والعصير. لازم تشرب العصير انت وهي. يا دي الفيتامين بتاعك ده. انت شقيان يا حبيبي، لازم تتغذى. وهي كمان. ماشي ماشي يا منيرة. قفل الأوضة. بص وراه، لا أسماء قلعت الروب ولابسة لبس مكشوف خالص. ايه ده؟ مش زعلتك امبارح؟ لازم أصالحك بقى. إبراهيم كان واقف عمال بيبص عليها.
أنا عارف الشغل ده. إبراهيم، اعذرني، أنا عمري ما شفت يوم راحة في حياتي، ويوم ما اتجوزت لقيت جوزي متجوز. كنت هعمل إيه يعني؟ هقولك تعملي إيه، تشربي العصير ده. مش عايزة عصير. لا لازم، عشان نعرف نتكلم. طالما أمرت يبقى هيحصل. عدى أسبوع وإبراهيم ما بيخرجش من الأوضة. ساعتها اتكلم بحب ليها وقال: تعرفي إن أنا عمري ما شفت حنان من حد غير منك انتي، وأنا والله مش عايزة حاجة من الدنيا غير حبك ليا. انت كويسة أوي يا أسماء، وانت طلعت حنين جدا. هقوم أخرج أشوف عملوا الغدا ولا إيه. إبراهيم، هو انت ليه ما خلفتش؟ مفيش عندي مشكلة، بس كل ما اتجوز واحدة ما بتخلفش، وأنا هموت وأكون أب. أنا عايزة أقولك حاجة. قولي، عايزة إيه؟ أنا مش عايزة ناكل ولا نشرب من إيد حد هنا. ليه بتقولي كده؟ اسمع كلامي بس شهر واحد، أنا اللي هعمل الأكل. كانت منيرة واقفة بتسمع. يا بنت إيه في إيه؟ البت شكلها فهمت بنعمل إيه. البت دي لازم تتطلق بفضيحة. تطلق بفضيحة؟ طب وهنعملها إزاي دي؟ عايزين نفكر بالعقل. عقل؟ عقل إيه؟ بقولك بتقوله مش عايزانا نعمل لهم الأكل، وقلتلك هيجي يوم وموضوعنا ده هيتكشف. خلاصي بقى، خلينا اقعد افكر. يا رب ما يسمع كلامها. حتى لو الاكل اللي هيجي هنعمل فيه كده برضو. ازاي يا فالحة؟ هقولك بعدين. المهم، انا لازم انزل دلوقتي. نازله رايحه فين؟ هروح لامي. من غير ما تقولي له؟ لا طبعا. اوعي كده. خبطت منيرة على الباب. انت عارفه ما بيحبش حد يخبط عليه، ولا لازم اخبط. فتحت اسماء. ايوه، عايزة المعلم. تعالي، تعالي يا منيرة، خير. أمي تعبانة ولازم أروح أشوفها. طيب روحي. هو أنت نازل دلوقتي؟ نعم. وأنتي مالك أنتي؟ أصلي كان نفسي أخد شوية حاجات لأمي، وكنت عايزة العربية. خديها يا منيرة. شكرا يا معلم. اقفلي الباب وراكي بقى. قفلت الباب، وأسماء قالت له: تحب أعمل لك حاجة؟ آه، لحد ما أخد دش اعملي لي كوباية شاي. أنت تؤمر يا معلم. أسماء: أيوة يا معلم. مش عايزة تشوف أمك؟ لا مش عايزة. ممكن أعرف ليه؟ كده. هيضايقك في حاجة؟ هو أنت زعلانة عشان خليتك تتجوزيني؟ ده كان يوم سعد يوم ما اتجوزتك والله. ده ربنا بيحبني عشان رزقني بواحد زيك. ربنا يخليك ليا. أمال بقى مش عايزة تروحي ليه؟ أنا الوحيد اللي كان حنين عليا أبويا الله يرحمه. من بعدها الدنيا كلها كانت قاسية عليا قوي. طيب، أنا نازل المحلات، أنا ألاقيكي لبستي، بس أنا مش عايزة أروح. لو بتحبني بلاش نروح. إحنا هنسافر. هنسافر؟ نسافر فين؟ تحبي نروح فين؟ أنا أقول معقولة؟ أنا مش عايزك الفترة دي تعملي حاجة غير إنك تحلمي وبس. يا حبيبي، ربنا يخليك ليا. هنزل ومش هتأخر عليكي. تيجي بالسلامة يا رب. خرج إبراهيم، وكانت كوثر قاعدة بره. أول ما شافها قال لها: مالك يا كوثر؟ سلامتك يا سيد الناس. قاعدة كده ليه؟ في إيه؟ أبدا مفيش. طب اعملي حسابك، أنا مسافر أنا وأسماء. شوفي هتعوزي فلوس كام الفترة دي. مسافر؟ من إمتى يا معلم؟ عايزة أغير جو. آه. تروح وتيجي بالسلامة. الله يسلمك. وبعد ما مشي، كوثر اتكلمت وقالت: يا نهار مش فايت، يا نهار مش فايت. واتصلت على منيرة. الو، خير في ايه؟ مصيبة سودة. في ايه يا كوثر؟ اتكلمي. ابراهيم واخد الهانم ومسافر. طيب، انتي باردة كده ليه؟ ما يمكن يحصل حمل. ده اللي انا عايزاه. هو انتي بتقولي ايه؟ بقولك ايه، اقفلي وبعدين افهمك. انا حاسة ان اروح في داهية على ايدك. ما تخافيش. وقفلت. في ايه يا قلبي؟ في حاجة ولا ايه؟ يعني انا اقول له اعمل تحليل وانت هتغير التحاليل دي، صح؟ لا، افرضي خد التحاليل وراح لدكتور غيري. يعني انت هتعمل ايه؟ هنغير العينة بتاعته، بس انت لازم تخليه يروح معمل تحاليل معين ويعمل تحاليله هناك. سهلة. طيب ايه؟ ايه عايز ايه؟ قومي بقى غيري هدومك. ده انت وحشاني قوي يا منيرة. وانت كمان. ياه، لو اللي بخطط له ده حصل. قومي بس، وهو هيحصل كل خير. وبعد شوية روحت منيرة. انت اتأخرتي كده ليه؟ كنت فين؟ هو جه؟ اه جوه، بيحضر شنطته. اوعي كده. ودخلت عليهم الأوضة. ايه ده؟ مش تخبطي على الباب؟ عايزاكي يا معلم.
خير، عايزة ايه؟ ممكن جوه عندي؟ منيرة، أنا مسافر، عايزة كام؟ والله عايزاك انت في حاجة، خلصي يا أسماء عقبال ما أجيلك. تعالى تعالى بس. وخرجت ودخلت أوضتها. وحشتني. بقولك ايه، مش وقته يا منيرة. انت عارف انت عارف نرجس بنت خالي صح؟ مالها؟ انت عارف انها متجوزة من سنة ومش مخلفة. عارف، وبعدين؟ حامل. مبروك. عايزة فلوس يعني؟ لا، العيب كان من جوزها، وراح لدكتور شاطر قوي جاي من أمريكا، والحمل حصل. عشان خاطري يا معلم، عشان خاطري نروح له. ماشي، لما ارجع يخليك ليا. وسافر إبراهيم هو وأسماء، وكانت فرحانة جدا، ورجعوا بعد 15 يوم. نورت بيتك يا معلم. منور بيكم. أظن بقى هتبات عند واحدة فينا النهاردة. ما كفاية كده على العروسة. أنا هبات لوحدي. ليه كده يا معلم؟ قالتها كوثر. هو مش المفروض في ميعاد دكتور؟ صحيح، عندك حق. معلم، هو أنا ينفع أروح أشوف أمي؟ اشمعنى يا اسماء؟ أصلها اتصلت بيا، وأنا يعني ما كنتش برد. بعتت لي رسالة، قالت إنها تعبانة. طب اصبري أجي معاكي. لا بقى، أظن حقنا تقعد معانا. خليك أنت يا معلم. طب خلي بالك من نفسك يا أسماء. حاضر. وراحت لأمها. حقك عليا يا بنتي. مالك يا أمي؟ برعي خد كل فلوسي ومشي. قلتلك يا ماما، قلتلك ده ملوش أمان. ربنا خد ليكي حقك يا بنتي. بتقولي إيه يا ماما؟ انتي جزمتك فوق دماغي. تعبانة، تعبانة يا بنتي، وحاسة إن أنا خلاص هموت. بعد الشر عنك. وطلبت أسماء من إبراهيم إنها تقعد عند أمها. طب ما تخليها تيجي هي هنا. مش راضية. معلش، خليني معاها اليومين دول. ماشي، هبقى أجي أطمن عليها. ربنا يخليك ليا حبيبتي. وبعدها راح إبراهيم لفؤاد. للأسف التحليل ده نسبة الحمل قليلة جدا. يعني إيه؟ يعني مفيش أمل؟ للأسف صعب حتى لو بالحقن. شكرا يا دكتور. كانت حالته النفسية زفت، وراح لكذا دكتور، وكان نفس الكلام. وبعد شهر عرفت أسماء إنها حامل، وما كانش إبراهيم قال لها إن هو راح للدكتور. عندي ليك مفاجأة. خير يا أسماء؟ أنا حامل. بتقولي إيه؟ والله زي ما بقولك كده، أنا حامل. من مين يا بنت أنت بتقول إيه؟ يعني إيه من مين؟ جري على المطبخ، جاب على حدة، ودخل الأوضة. لما كنت عند أمك كنت بتخونيني صح؟ أنت بتقول إيه؟ أنا رحت الشهر اللي فات وعملت تحاليل، وعرفت إن عمري ما أخلف. معجزة من عند ربنا. والله أنا حامل منك، والله عمري ما حد لمسني غيرك. أنا لازم أخلص عليكي. اوعى يا معلم، اوعى تعمل كده، احنا عايزينك. قالتها منيرة بمكر. إبراهيم قال بغيظ. اخرجي بره يا منيرة. بيني وبينك، تحليل الدي ان ايه، ولو طلع مش ابنك اعمل اللي انت عايزه. انت ليكي عين تتكلمي. وفضلت تضرب فيها لحد ما اغمى عليها. انت عملتي إيه؟ الله يخرب بيتك. غصب عني. خفت عليك يا معلم. اوعي كده. رايح فين؟ اوعي من قدامي بقولك. وخدها وراح بيها المستشفى. ودي وقعت ازاي؟ وقعت من على السلم يا دكتور. للأسف الحمل نزل. أحسن. نعم، المهم هي تكون كويسة. الحمد لله. أقدر أدخل أشوفها يا دكتور؟ أيوة اتفضل. ودخل إبراهيم. كانت هي قاعدة بتعيط. عيطي، يمكن تقدري تكفري عن ذنبك. والله العظيم أنا ما خنتك. أنا كرهت نفسي عشان اتجوزت واحدة زيك. أنت ليه مش مصدق إن ربنا قادر على المعجزات؟ ما تجيبي سيرة ربنا. أنت طالق. الأم كانت واقفة جنبها وقالت بعياط: بنتي، حبيبتي. دلوقتي بقت حبيبتك؟ مين اللي عمل فيكي كده؟ نجاسة بنتك هي اللي عملت كده. اخرس قطع لسانك. احمدي ربنا ان انا طلقتها لك بس، وما عملتش معاها مصيبة. انا اللي غلطانة اني جوزتي بنتي ليك. انا مش عايزة اشوف وشك في حتة تاني، فاهمة؟ اطلعي بره يلا. والله ما عملت حاجة يا ماما، صدقيني يا ماما انا ما عملتش حاجة. عارفة يا حبيبتي، منهم لله. أكيد هما اللي قالوا له كده. نصيبك يا بنتي. الممرضة ساعتها اتكلمت وقالت: هو مين اللي هيدفع الحساب؟ الأم قالت: هو ما دفعش الحساب؟ لا. حاضر، ساعة بس هجيبلك الفلوس. منين يا أمي؟ هنزل أبيع الحلق. إزاي يعني؟ تقومي بالسلامة يا حبيبتي، دي أغلى حاجة عندي. ربنا يخليكي ليا يا ماما. وبعد شوية الدكتور دخل. الحساب اتدفع. إبراهيم؟ لا. حد وخلاص. جوزك اللي نزل الحمل صح؟ أيوة. طيب ليه مش عايزة تعملي محضر؟ احنا مش قده يا ابني.
القانون قده يا أمي، حقي هاخده، بس من اللي كان السبب. إبراهيم غلبان والله. بعد اللي عمله فيكي بتقولي غلبان؟ والله يا ماما إبراهيم طيب وكان بيحبني. خلاص بقى، أهو راح لحاله خالص. ده رقمي، خليه معاكي، لو احتجتيني في أي وقت أنا موجود. أنا مش عارفة أشكر حضرتك إزاي يا دكتور. عايزك بره بس يا أمي معلش. وفعلا خرجت الأم مع الدكتور واتكلمت وقالت: خير يا ابني، خير بإذن الله. أرجوكي خلي الفلوس دي معاكي. والله مش محتاجة، عارف، بس عشان خاطري خليها معاكي. مش عارفة أقولك إيه يا ابني. ما تقوليش حاجة. ومشي. وبيت إبراهيم. منيرة قالت: أرجوك حبيبي، كل شيء بينا انتهى. أقسم بالله العظيم أنت ما عندك دم. ليه بقى إن شاء الله يا كوثر؟ يا بنتي ده أنت مفترية. إزاي تعملي كده؟ هو أنت عايزاها تخلف؟ لا. بس البت مش صعبانة عليكي؟ لا. كان لازم تعمل كده. لو كانت فضلت شوية كنت أنا وأنت اللي كنا هنطلق. تقومي تفضحيها؟ أيوة، لازم يفضل فاكر إن هو مش بيخلف. أنا هقوله يلا عشان أخلي اللي غاره 2. قادرة تعمليها يا منيرة؟ يعني اللي كان في بطن أسماء ده ابني؟ يا نهار اسود ومنيل. المعلم. ولحد هنا انتهت الحلقة دي. استنونا الحلقة الجاية وهتكون الحلقة الأخيرة، بس ما تنسوش اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة. يا ريت تتأكدوا انكم فعلين الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار أول ما انزل الجديد. واستنونا إن شاء الله الحلقة الجاية وهتكون الأخيرة. أشوفكوا على خير. باي باي. ايه ده؟ المعلم؟ ليلتكم سودا. وربنا انا ما عملت حاجة يا معلم. يعني انا كويس وبخلف؟ اسمع بس، اسمع انا عايزة اقولك ايه. تقولي لي ايه يا منيرة؟ انت ازاي تعملي كده فيا؟ منك لله، رحنا في داهية. عشان انسان اناني. ايوه اناني، ومش بتفكر غير في نفسك وبس. كل همك الخلفة والفلوس. كان لازم تعيش وحيد، ملكش غيرنا عشان نفضل كده. ده كلامك؟ طب كنت احملي. احمل انتي، على اساس ان عينك مش زايغة وكده كده هتتجوز علينا. انتي واطية. سما ودخل الأوضة. كوثر قالت لها: يا نهار اسود، هيعمل فينا ايه؟ ساعتها خرج من الأوضة ومعاه ورق. اتفضلي شوفي. ايه ده؟ كاتب لكل واحدة فيكم عبارة باسمها، عشان أنا لو مت ولا جرالي حاجة وكان في حد غيركم على ذمتي كنت انتوا برضه هتورثوا. معقول انت عملت كده؟ إبراهيم، اعذرني، اطلعوا بره. طب اهدى بس، اهدى. أنا بجد آسفة. واحنا فيها دلوقتي. إبراهيم سحب منيرة من شعرها وخرجها بره الشقة. أما كوثر فقالت: عشان خاطري ما تعمل فيا كده. خراسي خالص، ادخلي أوضتك. أنا غلطانة، غلطانة إن أنا سمعت كلامها. أنا غبي، عمري ما حسيت إن في حد بيحبني زي ما أسماء كانت بتحبني. إزاي أعمل فيها كده؟ منك لله يا منيرة. لا، العيب مش على منيرة، العيب عليا أنا. إزاي ما يكونش عندي عقل؟ إزاي؟ إزاي ما فكرش إن ممكن دي تكون لعبة منكم؟ إزاي؟ إزاي هقدر أصلح اللي أنا عملته ده إزاي؟ وفي بيت أسماء، الأم كانت قاعدة جنبها وقالت لها: خدي يا حبيبتي كلي. ماليش نفسي يا ماما. يا بنتي، يا بنتي ما ينفعش اللي بتعمليه في نفسك ده. يا ماما، يا ماما، أنا، سيبيني يا ماما في اللي أنا فيه. يا بنتي ربك مش بيرضى بالظلم، قادر إنه يكشف الحقيقة. إزاي يعمل فيا كده يا ماما؟ ازاي يفضحني كده يا ماما؟ انا حبيته، حبيته. نصيبك يا بنتي، نصيبك. بس ارجوكي خدي العلاج وكلي. سيبيني يا ماما، سيبيني، انا عايزه انام. طب ريحي جسمك شويه يا حبيبتي. اطفي النور يا ماما، اطفي النور وسيبيني انام. حاضر. وبصت على السرير، لقيت كارت بتاع احمد. خدته وخرجت واتصلت بيه. الو، مين معايا؟ انا شهيره، ام اسماء. معلش، اسماء مين؟ اللي كانت بتعمل عملية الصبح في المستشفى يا دكتور. أيوة أيوة. إزاي حضرتك؟ هي كويسة؟ يا ابني، بس أنا عايزاك في موضوع تاني. تحت أمرك يا أمي. والله ما عارفة أقولك إيه، بس أنا مش قدامي غيرك. تحت أمرك يا أمي، اتكلمي. أنا عايزة أشتغل في المستشفى. وحضرتك ممكن تشتغلي إيه؟ عاملة نظافة. والله يا أمي أنا هحاول أوفر لك شغل. حاضر. أنا عارفة يا ابني إن أنا بتقل عليك، بس صدقني غصب عني. ما تقوليش كده. أسماء عاملة إيه دلوقتي؟ رافضة الأكل خالص. هو ممكن تقوليني انتوا ساكنين فين؟
حاضر. بس ليه؟ أبدا، كنت حابب أطمن عليكم. حاضر هقولك. وفعلا قالت له على العنوان وقفلت. وفي بيت إبراهيم كوثر كانت قاعدة وبتقول لإبراهيم: إبراهيم، مش هتاكل؟ قلتلك اطلعي بره. أرجوك اسمعني، مش عايزة أسمع منك حاجة. والله أنا مالية ذنب. كنت عارفة وسكتي يا كوثر. غلطة هعيش بسببها خدامة طول عمري. اوعي اوعي عشان أنا نازل. وفعلا نزل وسابها، وهي فضلت تعيط. ازاي أعمل فيه كده؟ ازاي؟ وبيت فؤاد الباب خبط. كويس إنك جيتي. تعالي. ايه ده؟ انتي نازلة من البيت كده يا منيرة؟ إبراهيم طلقني. نعم؟ ازاي يعني؟ عارف إن أنا كدابة وهو بيخلف. وجاية ليه؟ نعم؟ يعني ايه جاية ليه؟ يعني بره. مش عايزة اشوف وشك تاني. انت بتقولي ليه انا الكلام ده ياض؟ احفظي لسانك احسن لك. يا نهارك مش فايت ومهبب. بقولك ايه يا بت انت اصلا واحدة رخيصة. هو انت ناسية ان انا عملتلك عملية عشان تتجوزي ولا ايه؟ هو ما يعرفش انك كنتي. يا واطي يا جبان. كلمة كمان. هو مش هنزلك من هنا بجلابية البيت، لا، هنزلك بحاجة تانية مش هتعجبك. غوري اطلعي بره. ما يبقاش ده على ست اللي ما ودتك في داهية. يا دكتور يا شمال انت. وبيت أسماء الباب كان عمال يخبط. ماما، يا ماما انت فين؟ وفتحت الباب كان إبراهيم. ازيك يا أسماء؟ خير. جاي لي تاني؟ إبراهيم مسك ايدها وبسها. حقك عليا. نعم. وفي اللحظة دي الأم خرجت. ايه ده، في ايه؟ انت قمتي من السرير ليه؟ الباب كان بيخبط يا ماما. والله أنا ندمان، بس هم السبب. ضحكوا عليا والله. أرجوكي أرجوكي سامحيني. وأنا مالي يعني؟ أرجوكي ارجعي لي، وهعمل لك كل اللي انت عايزاه. لو سمحت. إنساني يا إبراهيم، إنساني كفاية أوي لحد كده. أنا ممكن يجرى لي حاجة. أنا بقى جرى لي حاجة. أنا طلقت منيرة، ولو عايزة كوثر كمان أنا ممكن أعمل كده. ما بقاش يخصني. أنا كنت بحبك، وانت اللي دمرت كل اللي بينا. اعذريني وحطي نفسك مكاني. لا، مش هعمل كده. وأرجوك بقى ابعد عني. يا ابني، يا ابني بقى سيبها في حالها، كفاية لحد كده. أنا كان نفسي أكون أب. منهم لله هم اللي ضيعوا ابني. احمد ربنا إنك كويس وقادر تتجوز تاني. لا، حد غيرك لا، انتي وبس. وفي اللحظة دي الباب خبط، ودخل دكتور أحمد. مساء الخير. يا نهار مش فايت. مش انت الدكتور اللي كنت في المستشفى؟ انت هنا ليه؟ بنتي كانت تعبانة من امبارح وجاي يشوفها. أنا أوديها لأحسن دكتور. أنا مش عايزة منك حاجة يا إبراهيم. ينفع الكلام ده؟ طيب، أجي أنا في وقت تاني. لا لا يا دكتور إبراهيم، استنى. مش بمزاجك. أنا محدش يقول لي لأ. أنت هتيجي معايا، مفهوم؟ اوعى كده. سيب ايدها. مالك ماسك ايدها كده ليه؟ عيب كده يا باشمهندس. انت ازاي تمسكني كده؟ انت فاكر نفسك عشان دكتور هتمسكني كده ولا ايه؟ اتكلم بالعقل، حتى لو عايز تحل المشكلة. وانت مالك؟ وسع كده. يلا بينا يا اسماء. سيبني يا ابراهيم. شكلك كده الذوق مش نافع معاك، قالها احمد بعصبية. ساعتها ابراهيم قال له: انت ازاي تمسكني كده؟ اطلع بره. اوعى كده. واتخانق ابراهيم مع احمد، وضربوا احمد لحد ما وقع ابراهيم مغمى عليه. يا لهوي، انت عملت ايه؟ ده وقع مغمى عليه. لا يكون جراله حاجة. كان لازم يتربى. يا نهار أبيض. إبراهيم، إبراهيم قوم أنت. أنت عارف لو قام هيعمل فيك إيه؟ مش فارق معايا. المهم أنتوا تبقوا بخير. أنت مش قده. بطلي خوف بقى. محدش عامل فيكي كده غير خوفك. أنا سمعت كل حاجة في المستشفى، وإن هو اتهمك في شرفك. واحدة غيرك كانت عملت ليه محضر. أنا مش عايزة مشاكل. أنت جبانة، وطول عمرك الدنيا هتفضل تظلم فيكي كده، وأنت مش هتقدري تعملي حاجة عشان خايفة. بس حد يتصل بالإسعاف. وفعلا أسماء اتصلت بالإسعاف، وجم شالوا إبراهيم وراحوا على المستشفى. وبعد شوية فاق إبراهيم. آه آه أنا فين؟ في المستشفى. مين الحيوان ده؟ وإزاي يجي البيت عندك؟ ده شيء ما يخصكش على فكرة، وما تحاولش تدخل نفسك في حياتي، وما تدخلش نفسك في اللي مالكش فيه. أسماء، أسماء أنا بحبك، وأنا كنت، لو لسه ليا معزة عندك ابعد عني. أنا مستعدة أكتب لي كل ثروتي. الفلوس الفلوس الفلوس. هو أنت فاكر إن كل حاجة بالفلوس؟
أنا مكنتش عايزة منك حاجة غير حب وبس. للأسف اتعودت إنك تاخد كل حاجة بالفلوس، حتى لو كنت عايزة أرجع لك فعايزة أرجع بالكلمة الحلوة مش بالفلوس. أرجوك بقى ابعد عني وانساني. طب هعوضك عن كل اللي فاتك. طب قوليلي أعوضك إزاي؟ طيب مفيش حاجة هتعوضني عن ابني اللي راح بسببك. نقدر نجيب غيره منك انت؟ لأ، أنا ما عملتش محضر باللي حصل، وكنت قادرة أحبس مراتك. ما تقوليش مراتي، الزفتة بتاعتك. بس أنا لأ، لأني عايزة أعيش في أمان مش أكتر. ولو فكرت تقرب ليا تاني ما تعرفش اللي هيحصل ليك. أسماء اللي كنت عارفها ماتت، وبلاش تشوف أسماء الجديدة. طب اسمعيني، سمعت وخلصت كلامي، أرجوك بقى انساني. ومشيت أسماء هي ومامتها وروحت، وفي اللحظة دي موبايلها رن. أنا آسف على إيه يا دكتور؟ أنا كنت قليل الذوق أوي معاك النهاردة. أنت قلت الحقيقة بس قلتها بقلة أدب. حصل خير يا دكتور أحمد؟ أنت ناوية تعملي إيه؟ مش عارفة، بكرة هنزل أشوف شغل. على فكرة أنت لسه تعبانة وما ينفعش كل شوية تخرجي كده. نموت من الجوع يعني؟ هو أنت معاكي مؤهل إيه؟ إعدادية للأسف. بس أيوة، أنا ما كملتش تعليمي. طب بقولك إيه، أنا محتاج سكرتيرة في العيادة عندي. بدون مؤهل؟ مش بتعرفي تقري؟ أيوة طبعا، بس هو ده اللي أنا محتاجه. بجد بجد أنا مش عارفة أشكرك إزاي. على إيه؟ أنا فعلا محتاج سكرتيرة. شكرا. شكرا برضو إنك فكرت فيا. تمام. بقولك إيه، عندك واتساب؟ أيوة عندي. تمام، هبعتلك العنوان. أنا بروح كل يوم الساعة 8 لما بخلص المستشفى، بس بكرة هروح بدري. هو أنا مواعيدي من كام لكام؟ من 5 ل10، ب3:30. لأ. هو إيه اللي لأ؟ مش موافقة. طمعانة في أعلى من كده؟ لا، أنا مش عايزة أحسن من حد. والله ده كان فعلا مرتب البنت اللي قبلك، بس أنا مش معايا مؤهل تاني. روحي يا أسماء، روحي أرجوكي. تمام، تصبح على خير. وانتي من أهل الخير. وفضل كان قاعد بيفكر بينه وبين نفسه، إيه اللي انت بتعمله ده يا أحمد؟ معقول تكون حبيتها من أول نظرة؟ بس بصراحة كده البنت دي فيها حاجة غير طبيعية، شدتني ليها قوي. طيبة قلبها، جمالها، روحها الحلوة. مش عارف. وفي شقة إبراهيم، إيه ده؟ مالك يا معلم؟ امشي اطلعي برا. طب طمني عليك. أنا مش عايز حد يطمن عليا، خرجي برا. طب قولي فيك إيه؟ كله كان عايز الفلوس وبس، هي الوحيدة اللي كانت عايزة حاجة تانية. منكم لله، اطلعي برا. قعدت 6 شهور، وكل يوم إبراهيم كان بيحاول يرجع أسماء، بس هي اتعلمت من التجربة، وكمان شغلها قواها. وفي يوم دخلت أسماء أوضة الكشف. أحمد قال: مدام سهير، أنا قلت لحضرتك تحاولي تريحي نفسك الفترة دي خالص عشان الحمل يثبت. والله يا أحمد أنا بحاول. ما فيش حاجة اسمها بحاول، لازم تعملي فعلا كده. أوكي يا أحمد، باي. تمام، مع السلامة. وبعد ما مشيت أحمد بص لأسماء: إيه ده، مالك في إيه؟ مالي؟ أصلها مايعة قوي. لا والله. ممكن أعرف بتضحك على إيه؟ هو أنت بتغيري؟ أنا؟ ليه يعني ممكن تكوني بتحبيني زي ما أنا ما بحبك مثلا. أنت قلت إيه؟ أيوة أنا بحبك يا أسماء، بس أصلي أنا هاجي أنا وماما بكرة لمامتك. دكتور أحمد، أنا هيغمى عليا. دكتور إيه بقى؟ بقولك بحبك، بس أصلي إيه؟ مامتك هتوافق عليا يعني وأنا مطلقة؟ دي حياتي وأنا حر فيها. أنا فرحانة قوي، أنا بجد حبيتك وما كنتش متخيلة إن ده ممكن يحصل. طب عرفي ماما بقى إن إحنا جايين بكرة. حاضر. وفعلا روحت على البيت، ومامتها أول ما شافتها قالت لها: حبيبتي انتي جيتي؟ ماما، أحمد عايز يخطبني. لا يا أسماء، انتي بتقولي إيه يا ماما؟ ما ينفعش يا أسماء. ما ينفعش؟ ليه يا ماما؟ انتي لازم ترجعي لإبراهيم. بقولك أحمد عايز يجي يخطبني، تقولي لي أرجع لإبراهيم؟ أيوة، أنا مستنية الوقت المناسب إن أقولك. لو ما رجعتيش لإبراهيم أنا هتحبس. أنتي بتقولي إيه يا ماما؟ أنا مش فاهمة حاجة. اسمعي يا بنتي، أنا في مصيبة. ماما أرجوكي، أنا مش حمل مصايب. في إيه؟ أنا خلصت على برعي. يا نهار مش فايت، أنتي بتقولي إيه؟ أنتي إزاي عملتي كده؟ كان عايز يأذيكي يا بنتي. وأنتي شفتي برعي فين؟ رحت شقة المعادي بتاعته. وإيه اللي حصل بقى؟ أنا هقولك على كل حاجة،
خلينا نرجع فلاش باك ونعرف إيه اللي حصل. أسماء في البيت والباب بيخبط. إيه ده؟ هو أنت؟ إيه اللي جابك هنا؟ بطمن عليكي، مش تطلع بره، مش بمزاجك. أنا عرفت إنك هتاخدي معاش جوزك. وأنت مالك؟ لا مالي، أنا ليا فيه. نعم؟ مش كفاية الفلوس اللي أنت أخدتها مني؟ ولسه هاخد، وقت ما عوز هاخد، وأنت عارفة أنا أقدر أعمل إيه ببنتك، كل اللي بنتي، مفهوم؟ أنا ممكن أخلص عليك فيها. كلامي على قدك، ولو اللي قلته ما تعملش ما تعرفيش إيه اللي هيحصل ليكي، مفهوم؟ لا كله إلا بنتي، أنا ممكن أخلص عليك فيها لو فكرت إنك تأذي بنتي. وفعلا ابتدت تفكر في كده، وراحت شقة المعادي، شقة برعي في الأساس، وفتحت الشقة ودخلت. كان هو نايم على السرير، وفضلت حاطة المخدة على راسه، وبعدها اتأكدت إنه قطع النفس ومات. وبعدها بيومين الباب خبط، فتحت أم أسماء، وكان المعلم إبراهيم. المعلم إبراهيم؟ اتفضل. عاملة يا سوريا؟ بخير والله الحمد لله. أنا استنيت لما أسماء نزلت وقلت أطلع أكلم معاكي كلمتين. خير يا معلم؟ في إيه؟ مش برعي مات؟ الله يرحمه. إيه ده؟ انتي مش زعلانة ولا إيه؟ انت ما تعرفش إن هو طلقني؟ عارف. خلصتي عليه ليه؟ إيه؟ خلصت على مين؟ انت بتقول إيه يا معلم؟ انتي ناسية إن هو كان ساكن في عمارة من عماراتي؟ عارفة، بس أنا ماليش دعوة بالموضوع ده. كدابة، تبين عليكي. هو في ايه يا معلم؟ هو انت جاي تلبسني مصيبة ولا ايه؟ لا 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 خالص، ده حتى الكاميرا اللي قدام العمارة انا مسحت كل حاجة من عليها، بس خدتها على موبايلي. كاميرا؟ كاميرا ايه دي؟ اللي صورتي كنت نازلة تجري. ارجوك يا معلم، برعي هو السبب في كل حاجة احنا فيها، والله غصب عني انا عملت كده. وماله، بس انا لسه بحب اسماء. انساها بقى، البت دي تعبت في حياتها كتير. مش قادر، أنا أول مرة أتعلق بحد كده. أرجوك يا معلم، لازم ترجعي لي أسماء. إزاي وهي مش حباك؟ معرفش، اتصرفي انتي بقى. يعني عليكي يا بنتي، مش مكتوب لك راحة أبدا. خلينا نرجع تاني. ماما، أنا عملتلك إيه يا ماما عشان تعملي فيا كل ده؟ والله يا بنتي أنا كنت خايفة عليكي. اتجوزي اللي بتحبيه يا بنتي. أنا خلاص هاخد إيه تاني من الدنيا؟ خلاص بقى يا ماما، أنا مش عايزة أسمع كلام تاني. وسابتها ودخلت الأوضة. وفي شقة أحمد. ليه لأ؟ إزاي تتجوز واحدة كانت متجوزة يا أحمد؟ بحبها يا أمي، الحب مش كل حاجة يا ابني. هكون سعيد معاها، فكر في مصلحتك. والله فكرت كتير، هي بنت حلال قوي. اللي انت عايزه يا أحمد، والله بموت فيكي. أهي بترن أهو. ألو؟ أيوة يا حبيبتي. أحمد، كل شيء اسمه ونصيب. بجد؟ طيب، بتكلم بجد. إنساني. إيه اللي حصل؟ في إيه؟ مفيش حاجة، أرجوك ابعد عني. وقفلت الفون وكسرت الخط. لا 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 لا، في حاجة مش طبيعية. وبيت إبراهيم، الباب كان عمال يخبط. إيه ده؟ بالراحة، مين اللي بيخبط كده؟ فتحت الباب واتصدمت بمنيرة. خير يا منيرة؟ ازيك يا كوثر؟ عاملة إيه؟ بخير يا حبيبتي. نعم. هو احنا هنتكلم من على الباب كده؟ المعلم لو عارف انك جيتي هنا فيها طلاق يا منيرة. اهون عليك ترمي في الشارع؟ وهو ذنبي انا؟ ما هو انتي كنتي معايا في كل حاجة، اشمعنى يطلقني انا وانتي لا؟ يا نهار مش فايت، انتي جاية تحرقي دمي يا ولية انتي؟ والله ابدا، انا جاية ارجع للمعلم، اهو عندك في المحل، روحي بصي رجله يمكن يوافق. ما هو مش هيوافق يا كوثر، امال عايزاني اعمل لك ايه؟ انا اعرف واحدة تقدر تخليه يرجعني. خلاص، هروح لها. لا مش هينفع، أنا عايزة منك خدمة تانية. أمري يا حبيبتي. نعم، حاجة من ريحته، وهديكي حجاب تخليه تحت مخدته. شكلي كده علقة المعلم ما جابتش معاكي نتيجة، صح؟ وشكلي كده عايزة علقة تانية. انت شكلك عايزاني أخلص عليكي، صح؟ أنا بحبك، والله يا معلم بحبك، وأنا مش عايزة أشوف وشي كده تاني. أرجوك اسمعني. غوري بقى. وزقها وقعت على السلم. ساعتها كوثر اتكلمت بخطة وقالت: يا نهار اسود، منيرة، منيرة قومي يا منيرة، اوعي كده. وشالها وراح بيها على المستشفى. اه جسمي، جسمي وجعني قوي. الف سلام عليكي يا منيرة. كده تعمل فيا كده؟ ده انا بحبك. مش وقته يا منيرة. ابراهيم،
أنا مش هرجعك يا منيرة. ليه؟ ليه كل ده؟ عشان حبيبة القلب صح؟ نفسي أفهم جايبة البجاحة دي منين؟ وطي صوتك يا معلم. هو أنت ناسة أنت عملتي فيا إيه؟ عشان بحبك. حب؟ أنتي إنسانة مريضة، ما تعرفيش حاجة عن الحب. وأنت إيه؟ لما كنت بتدخل كل يوم بعروسة في إيدك، ده كان إيه؟ كنت بتكسرنا، ده كان إيه؟ رد عليا. غلطي مش زي غلطك، غلطي كان سببه غلطك. هو عنده حق، لو كنا فكرنا ازاي نفرحه ما كانش عمل فينا كده. انا اسفة، بس ارجوك رجعني، انا ماليش حد. ارجوك يا معلم انسى اللي فات. وفي الوقت ده دخل الدكتور وقال: عاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله تمام، بس حاسة كده ان ظهري وجعني. احمدي ربنا انك قمتي بالسلامة انتي والبيبي. نعم. انت بتقول ايه حضرتك؟ انت بتقول ايه يا دكتور؟ حامل ازاي يا منيرة؟ حامل ازاي وانا مطلعك من 6 شهور؟ يا نهار اسود، قالتها كوثر. منيرة ساعتها اتكلمت بخوف وقالت: لا، اكيد في حاجة غلط. انت متأكد يا دكتور؟ ايوه متأكد، متأكد انها حامل في 2 شهور. انا عايز اكبر معمل يجي يعمل لها تحاليل تاني، فاهم؟ لا، انا مش هعمل حاجة، الكلام ده كده. انت اكيد متفق مع الدكتور، انت اكيد مريضة نفسية. ايه يا منيرة اللي انت عملتيه في نفسك ده؟ انا عملت غلطات كبيرة في حياتي، بس اكبر غلطة كانت جوازي منك. يلا يا كوثر ارجوك. لا، اوعى تسيبني يا معلم. عارفة لو فكرتي بس تقربي لينا تاني هعمل فيكي ايه؟ ملوش لازمة يا معلم، يلا بينا نمشي. وبعد ما مشيوا ابراهيم ساعتها اتكلم مع كوثر وقال: انا عملت ايه لكل ده؟ بلاش تفكر في اللي فات، فكر في اللي جاي يا معلم. انا تعبان أوي يا كوثر. أنا ممكن أروح لأسماء وأتكلم معاها. هو أنت عايزاني أتجوز عليكي؟ أنا عايزاك تكون فرحان ومرتاح. معقول؟ معقول قد كده أنت قلبك أبيض؟ أنا بحبك وغلطت في حقك ولازم أدفع التمن. لا، مفيش حد هيدفع التمن. مش فاهمة قصدك. روح أنت، يلا أنا جايلك. طيب رايح فين؟ ولا أقولك تعالي معايا، احنا لازم ننزل دلوقتي ونروح لأسماء. وفعلا راحوا لأسماء. أسماء كانت في أوضتها ودخلت لها مامتها: عشان خاطري ما تعملي في نفسك كده يا بنتي، اهدي بقى، أرجوكي أرجوكي يا أمي، أنا محتاجة أقعد لوحدي. طب أنا هروح أبلغ عن نفسي، بس انتي يا بنتي تعيشي فرحانة ومبسوطة. عمري ما هشوف فرحة يا أمي، عمري، من هنا ورايح مفيش غير فرحة ليكي وبس يا أسماء. ليه يا ماما؟ انتي هتعملي ايه؟ كان عايز يأذيكي والله، ما كانش يقدر يعمل حاجة يا ماما. خفت عليكي يا بنتي، والله خفت عليكي. وفي اللحظة دي الباب خبط وراحت الأم تفتح ولقيت إبراهيم. خير؟ عايز ايه تاني؟ أنا عايز أسماء في كلمتين. ابعدوا عنها بقى، آخر كلمتين والله، وصدقيني أنا مش هاجي هنا تاني. قصدك ايه؟ في الوقت ده خرجت أسماء وقالت: أيوة يا إبراهيم، أنا آسف إن أنا غلطت في حقك. واللي بعده دخلت كوثر وقالت: أتمنى توافقي إنك ترجعي لإبراهيم تاني. ممكن ثواني يا كوثر؟ على فكرة انتي ما خلصتيش على برع يا حاجة. ايه؟ انت بتقول ايه؟ الطب الشرعي أكد إن إبراهيم كان ميت بالليل، وانتي رحت الصبح ومن خوفك ما أخدتيش بالك إنه أصلا ميت. انت بتتكلم بجد؟ عشان خاطري قولي الصراحة، ما تكدبش عليا. أيوة، وانتي يا أسماء عيشي حياتك براحتك زي ما انتي حباها. أفهم من كده إنك خلاص مش عايز ترجعني؟ لا، لا مش عايزة أرجعك. أنا بحمد ربنا على النعمة اللي معايا. كوثر بنت ناس وتستاهل كل خير، وانتي كمان. بس أنا عمري ما أقبل أعيش مع واحدة مش عايزاني. انت إنسان محترم أوي يا إبراهيم، وانتي كمان. أرجوكي لو عوزتي أي حاجة كلميني. أكيد، انت طيبة وبنت ناس، وأتمنى ما تزعليش مني يا أسماء، ما تزعليش مني في أي حاجة حصلت. عايزة حاجة؟ لا شكرا يا إبراهيم. الحمد لله يا بنتي، الحمد لله. ماما، أنا لازم أروح لأحمد. روحي يا بنتي، ربنا يكتب لك الخير يا رب. وفعلا أسماء راحت لأحمد، وأول ما شافته قالت له: مساء الخير. مساء الخير. نعم، بحبك على فكرة. انت مجنونة صح؟ والله أبدا، أنا أسفة على اللي حصل والله.
أسفة على إيه؟ أسفة على كسفتي قدام أهلي؟ أسماء، والله أنتِ ما تعرفيش إيه اللي حصل ليا. ساعتها أسماء اتكلمت وقالت والله أنت ما تعرفش إيه اللي حصل ليا، ومش عايزة أعرف يا أسماء. أنت ليك حق تزعل، بس أنا كان غصب عني. أرجوكي سيبيني. حاضر حاضر هسيبك. ونزلت أسماء وهي بتعيط وعمالة بتكلم نفسها، وفجأة عربية جت وخبطتها ووقعت على الأرض. نزلت بنت من العربية كانت مرعوبة جدا. يا نهار أبيض، إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ الناس كلها كانت في الشارع. أنت هتفضلي تتكلمي؟ وديها على المستشفى بسرعة. طيب هي ماتت؟ يا ستي اخلصي. طيب ثواني، هطلع العيادة دي أجيب دكتور. ما تخلصي يا ست. طب هاتوها معايا. وفعلا خدتها معاها في العربية. يوه، رد بقى حرام عليك. وراحت على المستشفى، وأول ما الدكتور شافها مالها إيه اللي حصل؟ معرفش، بس بالله عليك اوعى تقولي إنها ماتت. انتي بتهزري؟ والله بتكلم جد، هي ما ينفعش تموت دلوقتي. اوعي كده. وفضلت أمنية تتصل بأحمد. الحقني يا أحمد، موبايلك كان مقفول ليه؟ مالك في إيه؟ كنت جاية لك العيادة وغصب عني خبطت واحدة. طب انتي فين دلوقتي؟ أنا في المستشفى، هبعتلك اللوكيشن. طيب أنا جايلك دلوقتي حالا، أرجوك بسرعة، أنا خايفة قوي. وراح أحمد جري على المستشفى، وأول ما شافها مالك إيه اللي حصل؟ احكيلي في إيه؟ والله أنا ما عملتش حاجة، هي اللي كانت غلطانة. أنا عارفك مجنونة، هي اللي كانت ماشية بالراحة. في الوقت ده خرج الدكتور وقال الحمد لله فات، وقالت إن هي اللي كانت غلطانة. شفت والله إني مش أنا السبب. طب تعالي ندخل نطمن عليها، يلا. وفعلا دخلوا، وأول ما دخل أحمد شافها وقال مين؟ أسماء. أحمد، هو أنت عرفت منين إن أنا عملت حادثة؟ مين دي يا أحمد؟ طيب أنت كويسة دلوقتي؟ بس مين دي اللي خبطتني؟ أنا أخته على فكرة. أهلا بيكي. هو أنت الجو بتاعت أحمد؟ أمنية، لم لسانك، هي دي أسماء اللي رفضتك؟ أنا ما رفضتوش والله. يا بت ده أنا كنت جنبه لما فرقعت البومبة. ألف سلام عليك يا أسماء. بس البت طلعت حلوة قوي يا أحمد. اطلعي بره يا أمنية. إيه ده؟ ليه بقى إن شاء الله؟ أمنية غوري بره. حاضر بالراحة، بس بقولك إيه، طلعتي قمر، ربنا يخليكي. وساعتها خرجت أمنية، وأحمد قال ألف سلام عليكي. أنا تعبانة قوي يا أحمد. معلش، وبعدين مش تخلي بالك من نفسك؟ مش بعرف، اتعودت إن حد ياخد باله مني. طب ليه؟ مش فاهمة. قلتي كده ليه؟ غصب عني والله، انت ما تعرفش اللي حصل. معنى كده ان لو حصل مشاكل بعد كده كل شوية هتقولي طلقني؟ عمرها ما هتطلع مني ابدا ابدا. وجت تقوم، رجلي. بالراحة يا مجنونة، بس بحبك وانا بموت فيكي بجد. طب يلا هات المأذون. عينيا الاتنين. وفي اللحظة دي دخلت أمنية وقالت عينيا الاتنين حاضر. أحمد قال وقعت في 2 مجانين والله، أختي ومراتي. الله، حلوة مراتي دي. وفي شقة إبراهيم روح إبراهيم وقال كوثر، يا كوثر حبيبي وروحي وحياتي. الله، إيه الدلع ده يا كوكو؟ مش جوزي وحبيبي وأبو ابني؟ نعم. بتقولي إيه؟ أيوة أنا حامل، أنا لسه راجعة من عند الدكتور. لا مش مصدق، أنا خلاص هبقى أب. أيوة يا حبيبي. أحمدك يا رب واشكر فضلك، أنا لازم أذبح حاجة لله على الخبر الحلو ده. وأسماء اتجوزت أحمد، وإبراهيم عاش سعيد مع مراته، وشال من دماغه فكرة إنه يتجوز تاني، وبقى متعلق وبيحب كوثر جدا. ولحد هنا انتهت حكايتنا. أتمنى الحكاية تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة. يا ريت تتأكدوا إنكم فعالين الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار أول ما ننزل الجديد. واستنونا إن شاء الله الحكاية الجاية. أشوفكم على خير، باي باي. في بداية